تحطم أبنائك بإهمالهم. أنا اللي يتقال عليا تربية الدادة. هي ست كويسة وأنا بجد بحبها من قلبي، بس أنا مش قادرة أقولك أنا قد إيه مفتقدة بابا وماما في حياتي. هما فاتحين شركة مع بعض، شركة يعني، بس الشركة دي واخدة كل وقتهم. أهلي ناس ناجحين ومستريحين ماديا، وده مخليني بصراحة مش محتاجة حاجة. هما ناس كرمة وطيبين ومحترمين وبيتنا حلو. الصورة دي ممكن تبان صورة وردية وكتير يتمنوها، لكن الحقيقة أنا بحس بوحدة كبيرة. الدادة معايا أغلب الوقت، لكن عمرها ما هتعوضني عن أمي. التربية عند أهلي إنهم يوفروا لي أحسن حاجة من الناحية المادية، لكن ما تتخيليش افتقادي لأبويا وأمي قد إيه لما بحتاجهم ومش بلاقيهم موجودين. حتى العزومات والسفر اللي المفروض نقعد فيها مع بعض ونستمتع بصحبتنا كلها شغل ومجاملات، ودايما المبرر ما هو كله عشانك يا حبيبتي. أنا حاسة إني اتأثرت ببعدهم عني. أنا بنت وحيدة وكنت بتحايل على ماما وأنا صغيرة إنها تجيب لي أخت ولا أخ عشان يبقى معايا حد تاني أتكلم معاه. ماما ما كانتش راضية عشان مستقبلها المهني. أقرب ناس ليا هم أصحابي، لكن برضو طبعا عمرهم ما هيغنوني عن وجود أبويا وأمي في حياتي. بابا وماما مش قاسيين، بس هم تقريبا مش موجودين في حياتي. مخي نضيف وأنا شاطرة في المدرسة، هو لازم يعني يحصل مصيبة أو أسقط عشان يهتموا بيا؟ أقول لحضرتك حاجة، أنا فكرت مرة واتنين أسقط بالقصد عشان ألفت نظرهم، بس أنا ما بحبش أفشل وبرجع في كلامي على طول. ما بحبش السقوط وبحب النجاح والتفوق لنفسي حتى لو ما حسيتش بفرحتهم معايا. نفسي كل أب وأم مهما كانوا مشغولين يستوعبوا إن الحاجات المادية دي مش دايما هي الأهم. التواجد النفسي والمعنوي أهم بكتير. ليه بعض الأهالي بيستخدموا الأسلوب اللي اسمه أسلوب التربية المهملة؟ في الأغلب لسببين. دراسات كتير اتعملت على الموضوع ده، أحدثهم دراسة اتعملت سنة 2023 على حوالي 320 أسرة. الدراسة دي أثبتت إن حوالي 12% من الأسر بتتبع أسلوب التربية المهملة ده. تخيلوا يا جماعة كمية الأسر اللي ولادهم مش حاسين باهتمام أبوهم وأمهم بيهم. طب ليه بعض الأهالي بيتبعوا الأسلوب ده؟ أولا للانشغال، زي صاحبة قصة النهاردة. بعض الآباء والأمهات بيكون عندهم ظروف زي الشغل أو حالة صحية أو الاهتمام بالأب والأم مثلا بشكل بيأثر على علاقتهم بولادهم، وبيحاولوا يعوضوا ده بأنهم يصرفوا عليهم كويس ويعيشوهم في مستوى مادي عالي. وتاني حاجة طريقة التربية. بعض الآباء والأمهات اللي بيتبعوا أسلوب التربية المهملة ده بيكونوا هم نفسهم اتربوا بنفس الطريقة، بيسيبوا ولادهم خالص الحياة هي اللي تربيهم، لأن هم شخصيا ما عندهمش قدوة، ما عندهمش نموذج في حياتهم شافوه في أبوهم وأمهم يتعلموا منه امتى اتدخل في حياة ولادي واتدخل ازاي، فبيطبقوا نفس الطريقة مع ولادهم. ايه هي التبعات السلبية لأسلوب التربية المهملة على ولادنا؟ في تبعات سلبية كتير، أشهرهم حاجتين. أول حاجة مشاكل سلوكية مرتبطة بالعنف. في دراسة اتعملت سنة 2019 في جامعة فالنسيا في أسبانيا. الدراسة دي بتأكد إن بعض الولاد والبنات اللي اتربوا بأسلوب التربية المهملة دي بيميلوا للعنف أكتر من اللي اتربوا بأساليب تربوية تانية. بشكل عام بيكون عندهم مشاكل سلوكية لأن مفيش حد في حياتهم قوي يوجههم للصح والغلط. وتاني حاجة تدني المستوى الأكاديمي. إحصائية اتعملت سنة 2016 بتثبت إن بعض الولاد والبنات اللي اتربوا بالأسلوب ده بيكونوا أكثر عرضة إن مستواهم في المدرسة يتأثر أو حتى ما يكملوش تعليمهم أصلا. ليه؟ لأن من ضمن النتائج بتاعت أسلوب التربية المهملة إن وارد إن الأهالي ما يتابعوش ولادهم في المدرسة. الولاد ما عندهمش ستاندرد، محدش بيقول لهم ذاكروا ولا ما تذاكروش، محدش بيعاقبهم لما مثلا يقصروا في المذاكرة ولا بيكافئهم لما يجيبوا درجات كويسة. طب ايه الحل؟ ازاي ما حطمش ولادي؟ وازاي اغير في اسلوب التربية المهملة؟ هقول لحضرتك 3 نصايح، والنصيحة الثالثة خاصة بالآباء. اول حاجة ما تفوتوش اللحظات الفارقة في حياة كل واحد من ولادنا. لحظات فارقة ومهمة ما ينفعش ما نكونش موجودين فيها، ودي بتفرق من ابن للتاني. ولد احضر معاه الماتش النهائي في بطولة مهمة، احضر حفلة اخر السنة مع بنتي اللي بتمثل فيها في مسرحية مثلا. اللحظات اللي من النوعية دي كريتيكال، مهمة، فلازم الأب والأم يبذلوا جهد حقيقي إنهم ما يفوتوهاش، لأن اللحظات دي بتفرق بجد في إحساس الولاد باهتمامنا بيهم. تاني نقطة، اتعلموا تربية.
مش عيب ابدا اني اقرا واتفرج على فيديوهات واتواصل مع متخصصين يساعدوني اتعلم اربي ولادي ازاي واتواصل معاهم ازاي، وازاي اهتم بتفاصيلهم، وازاي اعبر لهم عن حبي، وازاي ابني علاقة صحية بينهم وبين بعض، وايه هي المشاكل المرتبطة بكل مرحلة سنية عشان يبقى عندي وعي بيها ما تصدمش وما تخضش، فاعرف اساعدهم بشكل كويس، وازاي اكون قدوة صالحة ليهم من غير ما اتكلم كتير، مجرد ان هم يقلدوني ده هيساعدني كتير في تربيتهم. الحاجات دي يا جماعة مش بتيجي بالتجربة والخطأ، الحاجات دي بتتعلم. واخر حاجة كلمة للآباء، دور حضرتك كأب مش مصاريف وخلاص، فما ينفعش حضرتك بدون سبب حقيقي تفضل ظروفك وشغلك على ولادك وتحاول تعوضهم عن ده بان انت تصرف عليهم كتير، وتبقى فاكر انك كده بتقوم باللي عليك وخلاص قايم بدورك كأب. فلو سمحت خصص وقت مستمر لولادك مهما كان قليل بس موجود على طول، عشان تقرب منهم وتسقيهم من خبراتك في الحياة وتساعدهم انهم يبنوا شخصياتهم ومهاراتهم. وربنا يعلمنا كل حاجة حلوة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.